يمكن واحنا قاعدين دلوقتي في ناس حوالينا بس ما بنشوفهمش. في أرواح لسه عايشة بينا، بتشوفنا وبتسمعنا. كل واحد فينا ممكن يكون مر بلحظة غريبة، شعور إنك لوحدك في الأوضة، أو إن في حد بيبص عليك وإنت نايم. يمكن صوت خطوات في البيت وإنت عارف إن مفيش غيرك، أو ريحة غريبة ظهرت فجأة من غير تفسير. اللحظات دي مش دايما خيال، ممكن تكون رسالة من روح معلقة لسه مش قادرة تسيب المكان، أو يمكن روح مش راضية تسكت وعاوزة تقول أنا هنا. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة قصة جديدة، قصة مدرس لغة عربية، تأليف محمد نصر. الرجاء الإعجاب والاشتراك بالقناة، هذا يساعدنا على تقديم كل ما هو جديد. أنا محمود، مدرس لغة عربية، عايش في قرية صغيرة مع أمي وأبويا. لكن من فترة جالي نقل إجباري من قريتي الصغيرة لمدينة تانية كبيرة. أنا من النوع اللي ما بيحبش التغيير، بس قلت لنفسي يمكن خير. وقبل بداية العام الدراسي الجديد بأسبوع نقلت للمدينة الجديدة بعيد عن أهلي، وعلشان كان مرتبي مش كبير فكنت بدور على شقة رخيصة تناسبني. ولقيت إعلان عن شقة في عمارة قديمة في حارة ضيقة قريبة من المدرسة، والإيجار كان رخيص أوي، أرخص من اللي أنا كنت متخيله. فوافقت من غير ما أفكر كتير، وقلت في نفسي هي شقة مش هقعد فيها غير بالليل. أول يوم ليا في الشقة كان كله تعب، علشان كنت بجهز حاجتي. الشقة كانت صغيرة، أوضتين وصالة مفروشة على عفش قديم متغطي كله تراب. وأنا قلت عادي، أنا دلوقتي هنضف كل حاجة. وفعلا بدأت أرتب حاجتي، وبدأت أفتح في الشبابيك علشان تهوي الشقة. ومن كتر التعب قعدت آكل سندوتشات كنت جايبها معايا. في آخر الليل دخلت نمت. كانت نومة عادية، نومة هادية، عشان فعلا أنا كنت محتاج أرتاح. وتاني يوم الصبح فطرت وغيرت هدومي ونزلت الشارع ورحت المدرسة الجديدة أول يوم ليا، وقابلت المدير وقابلت زمايلي ورجعت. بس وأنا طالع السلم لقيت ست واقفة قدام باب شقتي معاها ولد وبنت صغيرين. الست كان باين عليها البساطة، لكن وشها كان تعبان وعيونها حمرا زي ما يكون كده كانت بتبكي. بصت لي وابتسمت وقالت لي انت المدرس الجديد؟ ردت عليها قلت لها ايوه، انا لسه ناقل جديد. ردت عليا وقالت لي انا امينة، جارتك، ساكنة في الشقة اللي قصادك، ودول اولادي يوسف وسارة. وقفنا كلنا نتكلم، وبعد شوية طلبت مني يا أستاذ محمود، أنت ممكن تساعد أولادي في المذاكرة؟ أنا رديت عليها بسرعة وقلت لها طبعا ممكن، أنا قدامي أسبوع ويبتدي العام الدراسي الجديد، أنا ممكن أجيلكم كل يوم. وفعلا ابتديت أروح لهم البيت، وكانوا بيقابلوني مقابلة كويسة أوي. أمينة كانت تعمل لي أكل سخن ريحته حلوة وطعمه أحلى. يوسف وسارة كانوا مبسوطين بيا أوي، وكانوا فعلا أذكياء، وكانوا بيستجيبوا معايا بسرعة. أنا كنت فرحان بيهم أوي، أخيرا ربنا عوضني بالعيلة.
أنا كنت حاسس إني هتوه في المدينة الكبيرة دي وهبقى لوحدي. تاني يوم الصبح نزلت أتمشى في المنطقة علشان أعرف منين أشتري احتياجاتي، وفعلا جبت فطار ورجعت تاني الشقة. قعدت أكمل تنظيف وجه عليا الليل ودخلت أنام. لكن في الليلة دي حلمت بكابوس. حلمت بصوت عالي زي ما يكون صريخ أطفال وست كانت بتعيط، وحسيت إن الجو حواليا بقى سخن، ولقيت الشقة مليانة دخان أسود مش شايف قدامي، وكنت بكح وعيوني بتحرقني، وسمعت صوت النار حواليا بتاكل في الخشب. جريت على الباب لكن الباب مش عايز يتفتح. حاولت افتحه مش عايز يتحرك، زي ما يكون اتحبست جوه الشقة. الدخان كان بيكتر وانا كنت بتخنق، وسامع اصوات زي ما يكون صريخ. حاولت اخبط على الحيطة لكن الحيطة كانت بتحرق ايدي، وكانت النار طالعة من تحت الباب. جريت على الشباك حاولت افتحه لكن الشباك مش عايز يتفتح. حاولت اكسره مش عارف اكسره، والنار كانت حواليا في كل مكان بتاكل في الستاير والسجاد. وقعت على الارض. الدخان خلاني مش قادر اتنفس. اخر حاجة شفتها كانت وش اطفال بتبكي وست بتمد ايديها ناحيتي. حسيت بألم رهيب في جسمي كله زي ما يكون كنت بتحرق، وكل حاجة كانت سودة قدامي. وانا ساعتها كنت بفكر في حاجة واحدة بس، ان ده كابوس وعايز اصحى، عايز اصحى، عايز اصحى. وفعلا صحيت من النوم. قلبي كان بيدق جامد وجسمي كان كله مبلول من العرق. الشقة كانت عادية، مفيش دخان، مفيش نار، هدوم نضيفة. قمت بسرعة غسلت وشي وقلت أكيد ده كابوس من التعب. فطرت وغيرت هدومي ونزلت الشارع. بعد كده ابتديت ألاحظ حاجات مش طبيعية. أولها لما أنزل الشارع ألاقي الناس بتبصلي بغرابة. كنت بحاول أقرب من الجيران بس محدش كان فاضي حتى يبصلي. كل واحد كان في حاله، كانوا بيتعاملوا معايا أكني غريب. وأنا بيني وبين نفسي قلت أكيد هم محتاجين وقت علشان يتعودوا عليا. لكن في المدرسة زمايلي مش بيرد عليا كويس. أقول كلام يسمعوا بس ما يردوش، أو يردوا بكلمة قصيرة ويبصوا لبعض. أنا ابتديت أقلق أوي من بداية الدراسة وإزاي هتعامل مع الطلاب. والأغرب كانت العمارة. أبواب الجيران على طول مقفولة. ومرة وأنا طالع قابلت واحدة عجوزة كانت معاها شنط، وحاولت إن أنا أساعدها. وأول ما رحت عليها وقلت لها ممكن أساعدك، بصت لي وكانت مستغربة أوي وزي ما يكون اتخضت. وأنا علشان أطمنها بصيت لها وقلت لها أنا جاركم الجديد ساكن قصاد أمينة وولادها. لكن أول ما قلت كده ردت عليا وقالت أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا ساعتها حسيت إن جسمي كله أشعر. رحت سبتها وطلعت على طول. وفي الليلة دي حلمت حلم غريب. كنت واقف قدام باب شقة أمينة وسامع صوت أمينة كانت بتصرخ وتعيط. يوسف وسارة كانوا بيعيطوا. خبطت على الباب، الباب اتفتح لوحده. لقيت أمينة وولادها كانوا واقفين، عينيهم فاضية وسودة زي الفحم. بصولي وقالولي عايزينك تنام في التراب، عايزينك تنام في التراب. وصحيت وانا مفزوع، ولقيت على هدومي وجنبي على السرير تراب ناعم زي ما يكون رماد، وكان على ايدي بقع حمرا زي ما يكون
إيدي كانت محروقة، لكن لما غسلتها كل حاجة راحت. وبعد الحلم ده ابتديت أحس إن أمينة وولادها بدأوا يتهربوا مني. كل ما أروح أخبط عليهم ببقى سامع صوتهم، لكن محدش بيرد. وفي يوم كنت نازل من على السلم، وكان نازل قدامي 2 من الجيران، وسلمت عليهم، وطبعا كالعادة محدش رد عليا، لكن سمعتهم هما بيتكلموا. واحد فيهم كان بيقول: الراجل اللي مات في الحريقة من سنة روحه لسه مش سايبة المكان، الشقة متفحمة لحد دلوقتي. الجيران بتشوف شبحه، حتى أمينة هي ولادها اللي كانت ساكنة في الشقة اللي قدامه عزلت وسابت العمارة. كانت بتقول كان بيجيلها كل ليلة يخبط على بابها. أنا قلبي وقع، جريت على شقتي، الباب كان مفتوح لوحده. دخلت الشقة مش زي ما أعرفها، الحيطان سودة متفحمة، الأرض مليانة رماد، مفيش عفش، كل حاجة محروقة، الريحة خانقة، دخان قديم. بصيت في المراية الوحيدة اللي كانت باقية، شفت وشي رمادي محروق، جلدي متشقق زي الفحم، عيوني مطفية زي الميتين. كل حاجة وضحت، أنا مت في الحريق، واللي عشته بعد الحريق ده كان مجرد وهم، روح فاكرة نفسها حية. الناس مش شايفاني بس حاسين بيا. ومن يومها كل اللي يدخل العمارة يحس بريحة حريق، أو يشوف مدرس ماشي يبتسم ابتسامة باردة، بس الحقيقة المدرس ده مات من زمان وروحه لسه موجودة. أنا بكتب حكايتي ومش عارف ممكن حد يشوف خط إيدي ولا ده كمان وهم.